عظيم، بس في منتجات كتير في السوق بتعمل كده. بس التركيبة بتاعته والمواد اللي موجودة فيه مش موجودة في أي منتج تاني في السوق. ده رقم واحد. طيب، رقم اتنين، المنتج ده بيسد الشهية بشكل طبيعي من غير ما يشتغل على المخ. ودي مشكلة معظم المنتجات اللي موجودة في السوق، وتقريبا المنتجات اللي بتشتغل بالطريقة دي دلوقتي أصلا معظمها اتمنع، اللي هي بتشتغل على المخ. ليه؟ لأنه هو كان بيؤدي لاكتئاب وميول انتحارية وحاجة كده، فأنت تيجي تخس تلاقي نفسك نطيت من الشباك. تمام؟ فالمنتج ده هو رقم واحد بيعلي معدل الحرق، رقم اتنين بيسد الشهية بشكل طبيعي، رقم ثلاثة ان هو بيعالج مقاومة الانسولين. ودي يا جماعة السبب الرئيسي ان ناس كتير ممكن توصل لوزن معين كده لو هو بيخس او كده ماشي على نظام غذائي، ويلاقي نفسه مش عارف ينزل تاني. طب حضرتك انا اهو عمال ازق عشان انزل تاني، مفيش خلاص. ليه؟ انت عندك حاجه اسمها انسولين ريزيستنس او مقاومه انسولين. تمام؟ فده المنتج الوحيد برضو اللي موجود في السوق اللي هتلاقي فيه الايه؟ التركيبه دي. وعايز اقول لك على حاجه، المنتج ده في نفس الوقت بيزود الكتله العضليه. طب ايه لازمه ان الكتله العضليه تبقى زياده؟ هقول لك على حته كده مهمه جدا. اي حد يا جماعه بيبدا يمشي في الطريق ده ان انا انزل دهون وازود عضلات، تمام، ويظبط نظام غذائي والكلام ده كله، اللي بيحصل ان حضرتك بتستثمر في نفسك في المستقبل. يعني ايه؟ يعني لما حضرتك تزود الكتله العضليه بتاعتك، معنى كده ان اوتوماتيك جسمك معدل حرقه هيزيد عن الطبيعي اللي انت كنت فيه قبل كده. ليه؟ لان الناس اللي كتلتها العضليه كويسه حلوه يعني اوكي، معدل الحرق بتاعهم اعلى من الناس حتى لو نفس الوزن اللي الكتله العضليه عنده ايه؟ قليله. عارفين يا جماعه الناس ابطال العالم والسباحه والكلام ده كله، دول مثلا بيستهلكوا في اليوم مثلا بال 8000 وال 10000 سعر في اليوم. بس هو ليه كده؟ غير ان هو بيحرق كتير وبيتحرك كتير، بس هو عضلاته كتير، فاوتوماتيك اي حاجه بيخش ايه؟ بيحرقها. طيب المنتج ده، هل شركه ماي لايف ستايل بتقول لك بص ده منتج حلو قوي خده واستعمله بقى وظبط انت اكلك وكده؟ لا. ودي يا جماعه اقوى ميزه موجوده في البرنامج ده. تمام؟ ايه البرنامج ده؟ حاجه اسمها فور ا بيتر لايف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر كده انت مش هتاخد منتج، انت بتاخد منتج ومعاه خدمه عملاء كامله متكامله، مع برنامج غذائي هتمشي عليه، ودكاتره بتدعمك، دكاتره دايت وتغذيه تقدر تتواصل معاهم، ومحاضرات اسبوعيه عشان تعرف انت محتاج تعمل ايه بالظبط عشان تستخدمه وتخس والكلام ده كله. وبالتالي انت ما خدتش برودكت زي كل المنتجات اللي في السوق، انت خدت منتج مع كل حاجة انت محتاج تعملها بالظبط، وتقدر تبعت للدكاترة بتوع التغذية انا بحب كذا في الاكل ومش بحب كذا، انا ممكن ابدل ايه بدل ايه، ومحاضرات اسبوعية علشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. ودي احلى حاجة في النوع ده من المنتجات. ليه؟ لان منتج حلو زي المنتج ده بس من غير ما يبقى فيه كوميونيتي او مجتمع كده، ناس كلها عايزة تخس، كلها عايزه تعيش حياه صحيه، دكاتره متابعين معاك اول باول ومعلومات باستمرار، ده هو اللي بيخليك تخس. وضحت؟ الميزه ان الكلام ده بيتم اونلاين. يعني ايه؟ يعني حضرتك مش محتاج تروح للدكتور واطلع على الميزان، اعمل كل الكلام ده انت براحتك وابعت للدكاتره على الواتساب الكلام ده. المحاضرات كلها بتاعه الدايت على الايه؟ على الزوم، فانت قاعد في بيتك بتعمل الكلام ده، مش محتاج تقعد بقى تروح وتسافر وتيجي والجو ده. وضحت؟ دي اكتر حاجه يا جماعه بتنفع مع الناس اللي فعلا عايز ان هو يخس. طيب هل المنتج ده ينفع اخده واكل براحتي خالص؟ ده حضرتك عشمان قوي في الدنيا، فاهم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها كده. عارف اللي هو ايه؟ انت لو رحت مثلا لدكتور تخسيس وقلت له اكتب لي حلاوه في النظام الغذائي، فعشان هو كتبها لك فانت مش هتدخل؟ لا طبعا. صح ولا مش صح؟ من الاخر كده هو الموضوع احنا بشر، عندنا حاجه اسمها سعرات بتاخدها وسعرات بتحرقها. صح ولا مش صح؟ فحضرتك مهما خدت ادويه ومهما عملت، لو انت مش مظبط اللي داخل هتفضل تدخل. طيب امال المنتج ده ايه لازمته؟ المنتج ده بيضاعف لك عمليه انك انت تخسر وزن لو انت بتمشي على نظام غذائي.
فمثلا بدل ما تخسر ولنفترض كيلو هتخسر 3. وضحت كده؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هو اكتر نظام غذائي بينفع معاه هو الصيام المتقطع. ورقم 3 والاهم ان المنتج ده بيخليك تخس بشكل صحي. يعني ما حدش هيشوفك يقول لك انت مالك هفتان كده ليه؟ ودي يا جماعه واحده من اسوأ حاجه بتحصل في التخسيس، اللي هو انا بخس ليه اصلا؟ عشان صحتي، صح ولا مش صح؟ طب انا لما خسيت صحتي بقت في النازل. لا مش عايز. صح؟ عشان كده فكره البرنامج اللي معمول انك انت تخس من غير ما تخسر صحتك، تخسر وزنك مش صحتك. وضحت؟ طيب تعالى بقى نشوف مثال كده على الايه؟ على المنتج ده. ده يا جماعه دكتور اسلام وصفي، عايزين بس الاول كده يعني نسقف له. الراجل ده يا جماعه الكلام ده حصل تقريبا في خلال من 3 ل 4 شهور، اوكي؟ لو انت قابلت دكتور اسلام وصفي في الحقيقه، لا هو وشه زي ما هو، لسه في صحه، كل الكلام ده عادي جدا. ليه؟ لان انك انت تنزل من الوزن ده بنتكلم تقريبا في حوالي 30 35 كيلو حاجه زي كده، اوكي؟ انك تنزل من الوزن ده من غير ما يبان عليك انك انت اتشفطت وصحتك نزلت، ده هو اللي تشالنج. تمام؟ ده مثال، وفي امثله يعني في المطبخ دلوقتي، في ناس هم شغالين على ده اوريدي، دخلوا البرنامج خلاص اللي احنا بدأناه من اسبوع او 2 وخلاص هم ايه في الطريق ده. نيكست.